السلام عليكم. النهاردة بإذن الله هنعمل الفطائر الهشة الرائعة دي، طعمها رائع جدا. ايه حلوة قوي لولادنا ايام الامتحانات دي. زي ما تعودنا نصلي على افضل خير خلق الله قبل ما نبدأ الفيديو. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. معايا معلقة كبيرة خميرة، اللي هو كيس خميرة عليه نص كوباية سكر من مج الشاي بمقدار 4 معالق سكر ممليين. معايا كمان كوبايتين مية، ومعايا مجين دقيق هنزل بيهم هعملها عجينة زي اللبن، اكني بعمل كده زلابية حاجة خفيفة. وهنزل كمان بنص كوباية زيت الا معلقتين، وهنقول المعلقتين دول هنستخدمهم امتى. وما تنسيش كمان اللي انتي تقلبي حلو جدا، وتنزلي بمعلقة خل وتبدأي تروبي العجينة. انا كل اللي بعمله بشغل الجلوتين زي ما انتوا شايفين كده، بفضل اروب العجينة لغاية ما اشغل الجلوتين، وبنزل بالدقيق بالتدريج. وبعد كده اخر حبة دقيق بنزل بيهم كلهم. الدقيق معاكي قد ايه يا امان؟ الدقيق معايا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، انا نخلاه وحط عليه رشة ملح. هبدأ ان انا اعجنه كويس جدا. هو خد معايا قد ايه؟ خد معايا مجين مية، وهياخد معايا كمان عما العجينة تتلم كده نص كوباية مية كمان إلا معلقتين. يعني عشان أوصل القوام ده خدت معايا كوبايتين مية ونص إلا معلقتين. والمعلقتين دول هنحطهم واحنا شغالين على الرخامة. يعني ايه؟ بنزل بالمية تدريجيا. جايز محتاجش كمية المية دي، قلنا بيختلف الدقيق والطحين من نوع لنوع، فدايما انزلي بكمية السوائل واحدة واحدة، ما تستعجليش وتحطي السوائل مرة واحدة. هفردها كده وهبدأ انزل بمعلقتين المية تدريجيا لغاية ما القوام بتاعها يتظبط. بحط نقط المية كده وببدأ أضغط، بعمل بوكسات في العجينة وهي مفرودة كده، واضغط بيها في ايديا واشدها كده اتأكد الجلوتين بتاعها شغال. ولما تتلم معايا وتبقى مظبوطة واتأكد اللي هو ده القوام المظبوط، هعرف ازاي العجينة معايا طرية بس مش بتلزق في ايديا، العجينة طرية مش بتلزق في ايديا. خلاص انا كده اتأكدت العجينة مظبوطة. ببدأ اللي انا افردها تاني على الرخامة وادخل فيها معلقتين الزيت، وقلنا بنحطهم في الاخر ليه؟ عشان الزيت ده هو اللي بيخلي العجينة هشة، بيخلي العجينة طرية وهشة، وكمان كأنها مورقة من جوه. فعشان كده بحط معلقتين الزيت في الاخر. بدخل الزيت وببدأ اضغط كده في العجينة، بدخل الزيت فيها. بحاول ان انا ادخل الزيت في العجينة عشان العجينة لما اجي المها ما تقطعش معايا. هي هتقطع معايا بس مش هتقطع بشكل اوفر، هيبقى التقطيع نسبي حاجة بسيطة كده. هبدأ الم فيها كويس جدا لغاية ما تتلم كده، وهقوم مريحاها كده ومغطياها بالبوله اللي كانت فيها لقيمه حوالي دقيقتين 3. وبعد كده هتلاقي العجينه اصلا مظبوطه وما شاء الله. هحط نقطه الزيت عليها كده وهسيبها تخمر لغايه زي ما انتم شايفين الضعف حجمها، بس مش عايزاها تخمر بشكل اوفر يعني تعلى قوي عن البوله او اللي هي ريحه الخميره اشمها. هبدا اقطعها بقى كده، ندهن ايدي زيت، نقطه زيت كده، وهبدا اقطعها حسب الحجم اللي انت عايزاه والعدد اللي انت عايزه تعمليه. انا عامله الكوره ما شاء الله حجم حلو كبير، يعني الفطيره كانت كبيره. عايزه تعملي فطائر صغيره هتقسمي الكوره عن كده. طبعا انا ما وزنتهاش المره دي، بس بعناية كده بدات اعمل الكوره زي ما انتم شايفين كده. عملت ما شاء الله كام كوره حلوين كده، وهبدا احطهم في صينيه واغطيهم. لازم تغطيهم عشان الوش ما ينشفش منك. غطي الكور وخدي كوره قبل ما يعني ما تيجي تستخدميها. خدي كوره لازم تغطي الكوره عشان الوش ما ينشفش منك. هبدأ افردها كده بشكل مستطيل، وعايزاها ولا هو سمك سميك ولا هو رفيع. السمك اللي انت شايفاها، لو رفعتي قوي هتيجي تشيليها هتتقطع منك، ولو سبتيها تخينه هتبقى مش حلوه. فخليها السمك رفيع كانك بتعملي عيش فينو، فريديها كانك بتعملي عيش فينو بالظبط. هتبداي اللي انت تحطي في طراطيف العجين كده جبن، على اساس اضمن ان الولاد يعني ياكلوا الطراطيف بدل ما ياكلوا الحشو اللي في النص ويرمولك طراطيف العجينه. ممكن تعمليها بتحطي وممكن ما تحطيش. يعني انا عملت معاكم بردك واحده ما حطيتش فيها في الطراطيف في حشو. وببدا اقفل كده، اضغط بصباعي اتاكد ان انا قافله على الحشوه كويس جدا عشان الحشوه ما تطلعش. بديل للميه، انا عجنه هنا بميه عشان تبقى اقتصاديه. ممكن تعجني بعلبه زبادي مع كوبايه الميه، يعني تحطي كوبايه ميه وتحطي علبه زبادي والباقي ميه، يعني تستخدمي علبه زبادي والباقي ميه. او تعجني نص ميه ونص لبن
اللي هو الحليب، او تعجني بلبن رايب. يعني يعني انا عامله ما شاء الله معاكم مخبوزات بكذا طريقه وبكذا يعني تكنيك، وكلهم ما شاء الله كانوا ممتازين وكانوا رائعين. فالحشو ده يعني الطريقه اللي انت تعجبك بقى تعجني بيها. النهارده احنا عاملينها اقتصاديه، حاجه سريعه كده للولاد وهم رايحين المدارس عشان الامتحانات. يا رب يوفقهم ويكبوا خاطركم فيهم وجعلهم ذرية طيبة ويستعملهم ولا يستبدلهم، اللهم امين. انا طبعا الصينيه دهناها نقطه زيت، دايما بدهن الصينيه نقطه زيت لاني بحطها بف اوسط مش بتبقى ملمسه النار، فعشان اضمن ان انا اخد اللون المحمر او اللون اللي انتوا بتشوفوه مصفر كده غامق ده، فبدهن الصواني. ببدأ اللي انا اعمل بردك واحدة تانية. طبعا اما انت بتريحيها مش بتحتاجي نشابة ولا اي حاجة، وبتفردي بايديكي كويس جدا. من نصايحي ليكم في العجين، اما تيجي تعملوا عجينه لازم تخدموها حلو جدا. العجينه اساس نجاحها اللي انت تخدميها وتربي فيها عرق. هنا بعملها من غير حشو الاطراف. نجاحها اللي انت تربي فيها عرق. يعني ايه؟ اللي انا افضل اعجنها شويه لا تقل عن 10 دقايق. العجن ده هو اللي بيدي عرق وبيدي ليها هشاشه وبيديها طراوه، بتبقى قطنيه وطعمها رائع. بعكس القراقيش ما بنعجنش باللم بس، لا هنا بقى بنعجن وبنعجن ونعجن ونعجن. يعني اعجني العجينه دي كويس جدا عشان تاخدي عجينه هشه وقطنيه ورائعه. هنفرد واحده تانية برضك شكل مستطيل. يبقى دي اول نصيحه ليكي، اللي انت تعجني العجينه كويس جدا. تاني نصيحه، ما تخمريش العجينه زياده عن وقتها لانها تعلى تاني في الفرن. هلاحظوا دلوقتي هنشوف مع بعض الصينيه تلاقي بين كل فطيره والتانية مسافه، اول ما بيخشوا الفرن هيلزقوا ببعض. يعني هيلزقوا الفطير في بعض. ليه؟ لان الفطير ما بيخش الفرن بيخمر، رغم اللي انا مخمراه معاكم وضعف حجمه، بس دايما ادي وقت للعجينه اللي هي تخمر كمان في الفرن. هنا بنحط الحشو في الاطراف ونقفل زي ما انتم شايفين. يبقى اعطي وقت للعجينه اللي هي تخمر تاني في الفرن. لو سبتيها تاخد الخمر كامل قبل ما تدخليها الفرن، يعني سبتها تعلى قوي وتخمر قوي، هتيجي تدخليها الفرن وتشكليها وبعد كده تسيبها تخمر كمان تاني، فهتبقى خدت الخمر زياده عن اللزوم، وهتيجي تدخليها الفرن. اول ما تدخليها رغم على انك مدخلاها في فرن ساخن، يعني حتى لو انت مدخلاها في فرن ساخن وكل حاجة مظبطاها، بس أول ما هتخش الفرن التخمير اللي هي خدته ده كله هينزل، هتهبط ولا أكنك خمرتها. ليه؟ لأنها خدت التخمير زيادة عن اللزوم. فدايما هقول لكم ما تخمروش العجين زيادة عن اللزوم. اعطوا وقت للعجين، خليه يضاعف حجمه، بس في نفس الوقت اعملي حسابك ان العجين لسه هيخش الفرن وهيعلى، فاديله وقت يتخمر كمان في الفرن. هنا العجينه هبدا بعد ما وصيتهم كده زي ما انتم شايفين عاملين فراغات ازاي، دلوقتي هتلاقي كل ده لزق في بعض. بعد ما وصيتهم كده بدات اللي انا اخرم بالشوكه عشان مش عايزه النص ده يعلى، انا عايزاه يبقى منخفض كده لان هحط فيه حشو. ايه اللي انت بتحطيه ده يا ايمان؟ ده كاتشب. كاتشب مش صلصه بيتزا، ده كاتشب. هبدا ادهن كله، ومعايا الحشوه سلطه الجبنه، يعني بقيه جبنه عندي في التلاجة. حطيت عليها فلفل الوان كده وخلطتهم ببعض، وهحط كمان على الوش دي اللي هي سلطه الجبنه، وهحط كمان على الوش ماكس جبن اللي هو رومي على شيدر على موزاريلا، وهحط زيتون واحط فلفل الوان. طبعا الحشوه دي بترجع لك انت، المتاح عندك. ممكن بقايا فراخ عندك في التلاجة، ممكن بقايا لحمه حتى لو مسلوقه ممكن تقطعها حتت وتشوحيها وتعمليها اكنك بتعصقيها. ممكن بقايا اللهم صل عليك يا نبي عليه الصلاه والسلام جبن. كل ده متاح معاكي. هتبداي تحطي كده الحشوه وتحطي الزيتون وتحطي كل حاجه، وهسيب 2 فطيرتين من غير ما احط كاتشب، واحط كل الحشوه ما عدا الكاتشب والفلفل الالوان، وهنشوفهم مع بعض. بتخش على الحراره ايه؟ بتخش على اعلى درجه في الفرن. بكون محققه الحراره قبل ما تخش، وده اهم حاجه لنجاحها. لازم يكون الفرن سخن كويس جدا، رف اوسط. اول ما بتاخد اللون من تحت مصفر بفتح الشوايه، وممكن مع حراره الفرن تاخد اللون كمان من فوق. الطراطيف اللي هي يعني انا اللي الطراطيف كده هتحسي اللي هي محمره، الحمار ده جاي من ايه؟ ممكن معاكي نص كوبايه لبن حاطه فيها معلقه سكر ومقلباها، وهتديني طراطيف اللي هو الحز اللي هو داير ما يدور ده اللي انا ماسكاه دوت.
وممكن لو انت ما عندكيش هتحطي نص كوباية مية عليها معلقة سكر وتقلبيها وفرشة وتدهني أطراف الفطيرة. طبعا أنا عملت كده بس المقطع ده اتمسح مني. هنا العجينة رائعة يا جماعة، هشة. اللي عجبه الفيديو أتمنى يعمل لي لايك. لو وصلت معايا لغاية هنا أتمنى تعملي لايك للفيديو. واللي أول مرة يشوفني، أنا إيمان زهران ودي قناتي، يشرفني ويسعدني الانضمام ليها. وجزاكم الله خيرا على المشاهدة، ويا رب كل حاجة عملتها تنول إعجابكم. ودي اللي أنا مش حاطة فيها فلفل ألوان ولا حاطة كاتشب، أما دي محطوط فيها كاتشب وفلفل ألوان. السلام عليكم.